عشان تبني علاقة قوية مع العميل من البداية ويكون ليها تأثير مهم ومباشر على تقبل العميل ليك انت كموظف، وكمان إيجابية باقي المكالمة والتعامل معاها باحترافية، يبقى لازم تكون عارف ايه هي الخطوات اللي هتساعدك انك تعمل ده. وهو ده اللي هنعرفه في حلقتنا النهاردة، فخليك معايا بعد الانترو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية وفي فيديو جديد وحلقة جديدة. كالعادة أنا معاكم عمرو رضوان، ودي قناتكم قناة رضوانيات، أول قناة متخصصة في مجال الكول سنتر وخدمة العملاء في مصر والوطن العربي كمان، واللي دايما بنقدم لك عليها المعلومة بشكل سهل وبسيط بدون أي كلكعة أو تعقيد. بص يا صديقي العزيز، حضرتك محتاج من الأربع للست ثواني الأولى اللي بيكونوا في بداية المكالمة علشان يكون عندك المقدرة انك تبني علاقة قوية مع العميل، وتكون مبنية على اساس قوي ومتين تقدر بعد كده تضيف عليه باقي الخطوات اللي اتعلمتها معانا، عشان تقدر في النهاية توصل للمكالمة دي لبر الامان بمستوى عالي من الاحترافية. وخليني اقولك ان الخبر الحلو هو انك تقدر تعمل ده بمنتهى السهولة عن طريق استخدام 3 خطوات سهلة وبسيطة، محتاج انك تتقنهم وتركز فيهم وتتمرن عليهم كتير جدا لحد ما تقدر تكون بيهم شخصيتك انت في المكالمة، واللي هيكون ليها تأثير وعامل السحر على بناء العلاقة بينك وبين العميل. وعلشان كده يلا يا صديقي العزيز ندخل مع بعض في تفاصيل حلقتنا النهاردة، ونتكلم على ال3 خطوات المهمة اللي محتاج انك تعرفهم وتركز فيهم. ولكن في البداية، لو لسه ما عملتش لايك للفيديو ده، انزل اعمل لايك المتين، وكمان صلي على الحبيب قلبك يطيب. واول خطوة معانا لبناء علاقة قوية مع العميل وهي talk with enthusiasm، يعني اتكلم بحماس. وده معناه يا صديقي العزيز هو انك وانت بتتكلم مع العميل لازم تكون بتتكلم بطاقة وحماس ظاهرين بشكل كبير جدا من بداية المكالمة اللي هي الجريتنج، مرورا بباقي المكالمة باختيار الكلمات، بنبرة صوتك، وحتى الوصول لنهاية المكالمة الكلوزنج. وعلشان ابسط لك الموضوع بشكل اكتر، عاوزك كده تتخيل معايا لو انت قاعد في البيت ولقيت جرس الباب بيرن وجالك ضيف، طبعا هتستقبله بطاقة وحماس، وهتعامله بلطف وود، وهتعمل كل اللي هتقدر عليه بالبلدي كده عشان تضيفه وتخليه مبسوط. وده هو اللي انا بكون محتاجه منك انك تعمله مع العميل وقت المكالمة. تاني خطوة معانا لبناء علاقة قوية مع العميل وهي use customer name، او بمعنى اصح هو استخدام اسم العميل. من الحاجات المهمة جدا اللي لازم تكون مركز فيها جدا هو استخدام اسم العميل من وقت للتاني خلال وقت المكالمة. ويا حبذا كمان لو كان مقترن بلقب معين قاله لك العميل في بداية المكالمة، وده اللي بيساعد بشكل كبير جدا ان يكون في تواصل شخصي بينك وبين العميل، واللي بنسميه البيرسونلايز كوميونيكيشن. كمان استخدام اسم العميل خلال المكالمة بيخلي العميل يحس بنوع من انواع الاهتمام والقيمة اللي بتكون موجودة عنده، او ان هو له قيمة عند الشركة اللي بيكلمها، وكمان بيحسسه بنوع من انواع الاهتمام الكبير والاهمية. علشان كده راعي دايما انك تستخدم اسم العميل عشان يحصل بينك وبين العميل تواصل شخصي، ويساعدك بشكل كبير جدا على بناء علاقة قوية مع العميل من بداية المكالمة. تالت خطوة معانا يا صديقي العزيز من خطوات بناء علاقة قوية مع العميل وهو use following words. وده معناه يا صديقي هو استخدامك لمجموعة من الكلمات المهمة خلال المكالمة، زي تمام، انا مع حضرتك، كلام حضرتك مظبوط يا فندم. وده اللي بيساعد بشكل كبير جدا على احساس العميل بنوع كبير جدا من الاهتمام اللي بتقدمه له خلال المكالمة، وكمان مدى تركيزك مع الكلام اللي بيقوله، مدى تركيزك مع شكوته او طلبه او استفساره. وده اللي بنسبة كبيرة جدا بيكون عامل من العوامل المهمة اللي بتخلي العميل يحس بقيمة ويحس بقرب المسافات بينك وبينه، وبيساعدك انك تبني معاه العلاقة القوية اللي تكملة للنقطتين الاولانيين بيساعدوك من الاربع لست ثواني الاولى زي ما اتفقنا في الحلقة، ان هو تبني علاقة قوية جدا مبنية على اساس قوي ومتين، هتساعدك بالوصول للمكالمة دي في النهاية لبر الامان، واللي كمان هيخلي العميل مبسوط منك في نهاية المكالمة، وممكن ينعكس بشكل ايجابي جدا على التقييم اللي هيجيله في نهاية المكالمة. وبكده يا صديقي بيكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة سريعا، واللي اتكلمنا فيها عن اهم ال3 خطوات هيساعدوك بشكل كبير جدا انك تقدر تبني علاقة قوية على اساس قوي ومتين مع العميل في الاربع او ال6 ثواني الاولى من المكالمة. وممكن نلخص ده في انك تتخيل معايا شخص بيقابلك بابتسامة، بيرد عليك بحيوية وطاقة،
بيذكر اسمك في المكالمة، قد إيه هي لحظات مؤثرة ممكن تأثر على سيناريو المكالمة اللي بيتم ما بينك وبين العميل. ولو حضرتك طبقتهم بشكل كبير جدا وركزت فيهم واتمرنت عليهم وقدرت انك تحققه في خلال المكالمة، اضمن لك انك تعمل مكالمة احترافية وانك كمان تنجح في المجال ده بسرعة ان شاء الله. وطبعا يا صديقي العزيز مستني رأيكم في التعليقات لو الفيديو ده عجبك، وكمان لو عندك اي مواضيع تانية حابب نتكلم فيها اكتب لي برضه في التعليقات وانا تحت امركم. وفي الاخر طبعا لو ما عملتش لايك للفيديو ده يا صديقي العزيز دعمنا باللايك، زي ما قلت لك قبل كده بقول لك في كل الحلقات، هو الحاجة اللي بتحفزنا ان احنا نستمر في تقديم المحتوى ليك ان شاء الله. ولو انت واحد عجبتك القناة وحابب تكون واحد مننا ولسه ما اشتركتش، انزل وسجل اشتراكك وفعل الجرس على اشعارات الكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد هنقدمه ان شاء الله. استنوني في الحلقة اللي جاية وفيديو جديد ومعلومة جديدة. سلام.